في قناة بنت شيف. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وكمان موفرة جدا مقارنة من سعرها لما تشتريها من بره، وهي المنين او القراقيش والكحك المفتول او الكحك الاحمر على حسب ما بتسموه. هنبدأ على طول في المقادير علشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا عاملة كمية كبيرة ولكن هتنزلك مقادير الكيلو الواحد في الفيديو. احنا هنا عملنا 6 كيلو دقيق، عليهم 3 كيلو زبدة وسمنة، وكيلو ونص لبن، ومعلقتين ونص سكر، ومعلقة ملح، و2 كيس فانيليا بما يعادل معلقتين لو هي فانيليا سايبة، و2 مكعب خميرة بيرة. لازم تكون خميرة بيرة يا جماعة، ما ينفعش خميرة فورية نهائي. واخر حاجة ريحة الكحك. طبعا دي مقادير ال6 كيلو، ولكن المقادير اللي هي الكيلو هتنزلك في الفيديو، وانتي ضعف الكمية على حسب الكمية اللي انت عايزة تعمليها. نبدأ على طول في الوصفة ونشوف عملناها ازاي مع بعض. يلا بينا. حلة على النار هبدأ اضيف ال2 كيلو سمنة، وابدأ اقلب فيهم كويس عشان ما يكونش فيها اي تكتلات، وان هي تبدأ ان هي تسيح معايا كويس وتبدأ تستوي. هنا لو هتضيفي سمنة بس يبقى هتضيفي ال3 كيلو مرة واحدة، وتفضلي تقلبي فيها لحد ما تتأكدي ان هي استوت كده تمام. نبدأ نضيف عندي الزبدة. هنا حطينا الكيلو زبدة، وهبدأ ان انا اقلب فيها. شايفة لون السمنة قبل ما الزبدة تدوب لونها بقى محمر، هي معنى كده ان هي استوت. هبدأ ان انا كمان ابدأ ادوب الزبدة مع السمنة عشان تستوي معاها. وهنا ممكن الخطوة دي تخزني بيها السمنة والزبدة مع بعض وتستخدميها في اي وصفة او في الاكل. هنا كده الزبدة عندي خلاص كلها ساحت تماما. المعنى وجود الطبقة البيضة دي يعني لسه الزبدة مستوتش. وهنا برضو اهو الطبقة البيضة دي يعني هي كده لسه مستوتش معايا. هستنى كمان شوية تغلي لحد ما اتأكد ان الطبقة البيضة دي اختفت تماما. هبدأ اعمل لها اختبار بسيط. طبق فيه دقيق، وهنضيف معلقتين من الزبدة دي او السمنة ونضيفهم على الدقيق. لو حصل فوران معنى كده ان هي استوت. بالظبط كده حصل فوران يعني هي كده عندي الخليط مستوي تماما وجاهز. هنبدأ هنا نجيب 8 كيلو من السمسم، وهبدأ ان انا احمره من غير اي مادة دهنية. ممكن لو ما بتحبيش طعمه ممكن تبدليه باي نكهة تانية، زعتر، كمون، زي ما انت عايزة. هنبدأ ان احنا نحمره كده ونستنى لحد ما ياخد درجة اللون اللي هو المحمر شوية، وهنشيله من على البوتاجاز يهدى شوية قبل ما نحطه على الدقيق. في طبق كبير هنضيف ال6 كيلو دقيق، هنضيف عليهم معلقتين ونص من السكر ومعلقة من الملح. طبعا معلقة مش مليانة او معلقة صغيرة من الملح. وهنضيف السمسم، ونبتدي ان احنا نقلبهم. بعد ما قلبناهم مع بعض هنبدأ نضيف الفانيليا. هحط هنا كيسين من الفانيليا، يعني بما يعادل معلقة من الفانيليا لو هي سايبة عندك. وهنضيف ريحة الكحك، ونبدأ نقلب المكونات كلها مع بعض، ونخلي مكان علشان وانا بصب الزبدة يكون في مكان مخلي كده من الدقيق، مش يكون الدقيق متساوي وتروحي تحطي عليه الزبدة والسمنة وهو بيفور. ما ينفعش يا جماعة. انا بخليله مكان كده وببدأ اضيف السمنة واحدة واحدة، ما بحطش الكمية كلها مرة واحدة. طبعا الفوران اللي احنا شايفينه ده يعني معنى كده ان الزبدة استوت معايا تماما هي والسمنة. هبدأ اقلب
بمعلقة ما اقلبش بايدي لان طبعا احنا حاطين الزبدة والسمنة سخنين جدا. بعد ما اقلبهم مع بعض شوية هضيف باقي الكمية واقلبها برضو بالمعلقة مش بايدي، ما تستعجليش وتقلبيها بايدك لان هي لسه سخنة جدا. بعد ما قلبناها شوية وبدأت العجينة ان هي تهدى هبدأ اضيف اللبن. هنا في ملحوظة مهمة، مهما ضفتي كمية اللبن العجينة هتشربها طالما العجينة لسه سخنة. لازم تلتزمي بمقدار اللبن اللي احنا اتفقنا عليه، لان لو فضلت تضيفي لبن هتشربه، وهتيجي وقت التشكيل هتلاقي ان العجينة ما بتتشكلش وبتلزق معاكي ومش حلوة خالص. هنا ضفنا اللبن هنبدأ ان احنا نعجنها شوية. على ما نعجنها شوية هنبدأ نجهز الخميرة. طبعا انا هنا هستخدم خميرة بيرة مش خميرة فورية خالص، لازم خميرة بيرة. ونحط عليها لبن ونفضل ندوبها كده لحد ما تدوب تماما ما يكونش فيها اي تكتلات، وبعدين نضيفها على العجين. طبعا كلنا عارفين فوائد الخميرة البيرة وقد ايه هي مفيدة. احنا محتاجين ان احنا نستخدمها، ما نستخدمش الفورية علشان ندي فرصة للعجين ان هو يخمر براحته وكمان يستحمل السوا. بعد ما اتأكدنا ان الخميرة دابت في اللبن هنبدأ نضيفها للعجينة ونقلبها واحدة واحدة. هنفضل نعجن فيها لحد ما كل اللبن اللي موجود يختفي تماما علشان اتأكد ان العجينة بقت جاهزة معايا. هتاخد منك تقريبا 10 دقايق انك تعجنيها فيهم لحد ما توصلي للقوام ده ممتاز. هو ده القوام اللي انا عايزة اوصله. هنسيب العجينة ترتاح من 15 ل20 دقيقة قبل ما نبدأ ان احنا نشكل فيها. بعد ما العجينة ارتاحت هنبدأ ان احنا نشكل فيها، نعمل الكحك، نعمل المنين على حسب ما انت عايزة. لو عايزة تعمليه بالعجوة هتشكليه زي ما انت شايفة كده المنين وهتفرديه وتحطي عليه العجوة وتلفيه تاني وتقطعيه بالسكينة. لو مش متوفر عندك صاجان كبيرة زي دي، في اي صواني عندك من غير ما تدهنيها اي حاجة هتبدأي تحطي فيها القرايش بتاعتك من غير اي مشكلة خالص. طبعا التسوية في الفرن بتاعك يكون شغال وانتي بتشكلي في العجين ويكون على درجة حرارة 180. أتمنى يكون الفيديو عجبكم النهاردة وأشوفكم في فيديو جديد وأشوفكم بخير إن شاء الله.